شحال كيتقام مشروع ديال البطاطا شحال نقدروا نربحوا منه. المصدر ديال هذه المعلومات وديال لي شيفر اللي غيتذكروا في الفيديو هما شركه اغروغو اللي كدير دراسات وانجاز مشاريع الفلاحيه، واللي شيفر بطبيعه الحال كيختلفوا على حساب المنطقه. بعد ما دوينا على المشروع الاول ديال الزيتون غندويو على المشروع الثاني اللي هو انتاج ديال البطاطا، والمشروع الثالث نجيو مصاريف الانتاج اللي اول حاجه عندنا التجهيز ديال الارض ولا البريباراسيون دو سول اللي كتقام تقريبا 3500 درهم، وهذا الشيء كيبقى على حساب الارض واش فيها الحجر ولا لا. عندنا الثمن ديال البلونطاسيون اللي كيكلف 20000 درهم للهكتار تقريبا. بالنسبه للتكلفه ديال الريزو ديريغاسيون والانرجي ديالو اللي غيتقام تقريبا ب 11000 درهم. عندنا لي زونغري اللي غيتقاموا تقريبا 8000 درهم، هذا الشيء كيبقى على حساب الارض. وعندنا البروتيكسيون فيتوسانيتير اللي كتكلف 6000 درهم. عندنا كذلك اليد العامله اللي غادي تكلفنا 10000 درهم. عندنا الثمن ديال الترونسبور وستوكاج غادي يكلفونا 2000 درهم، يعني التكلفه الكامله غادي تطلع 60500 درهم. نجيو دابا للانتاج اللي في الحاله ديالنا خدمنا بفاريتي ديال الميره اللي كتنتج حتى ل 45 طن بلا اكثر في الهكتار، بطبيعه الحال في ظروف مثاليه اللي ثمن البيع ديالها كيبدا من 3 درهم الكيلو، اللي غتعطينا في التوتال 135000 درهم. والربح الصافي بعد من نقص التكاليف هو 74500 درهم. المشروع الثالث هو انتاج ديال الشعير المستنبت اللي غنشوفوه في الفيديو الجاي. تاكد انك تكون مدير فولو باش يوصلك.